الجميلة لقاء سودان، أهلًا بيكِ معانا في منصة صرمة السعودية. أهلا بيك. موجودين معاكِ النهارده في دورة جديدة من مهرجان القاهرة السينمائي الدورة 45. شايفة الاختلاف في الدورة دي عامل إزاي؟ والله دورة لطيفة جدا ودورة مهمة قوي. الاحتفاء وأخذ فلسطين كثيم للمهرجان دي حاجة محترمة جدا، وجود لبنان حاجة محترمة جدا. ده دليل إن احنا ما بننفصلش عن الواقع اللي احنا عايشين فيه واللي عايشة فيه المنطقة العربية كلها. فعاليات كتير، ندوات مهمة، ماستر كلاسز هايلة، أفلام بتترمم بتتعرض، أفلام جديدة، أفلام مستقلة، أفلام قصيرة. حاجة هايلة بصراحة. تكريم أحمد عز وأستاذ يسري نصر الله، يعني شايفة التكريمين دول الاتنين دول عاملين إزاي لأ، بالنسبة للقاء؟ طبعًا تكريم أحمد عز تكريم مستحق، راجل تعب على نفسه واشتغل على نفسه كويس جدًا وحقيقي يستاهلوه. أستاذ يسري نصر الله طبعًا مخرج لا غبار عليه، عنده خبرة كبيرة جدًا وعنده أعمال كتير مهمة. فحقيقي يعني أنا حاجتين مبسوطة بيهم أوي. فكرة ترميم الأفلام وإعادة يعني للجيل الجديد إعادة اللي هو الجمهور يتفرج عليها ترميم الأفلام. بُص، إحنا الندوة بتاعة النهارده كانت عن أرشفة أو تحويل أرشيف الفنانين إلى digital. ده البداية، وفي نفس الوقت اتكلموا عن السينماتيك، لأن ده هَم من هموم السينمائيين في مصر كلها، إن يبقى في ترميم للأفلام القديمة اللي تقريبًا بقت متهالكة أو يعني في حاجات خلاص بتضيع. لأن الموضوع مكلف. مُكلِّف طبعًا، بس ما هو إحنا بلد كبيرة، يعني نرمي تراثنا، نرمي تاريخنا حتى لو هو مُكلِّف. ما حدش قال نبدأ كل آلافات الأفلام مرّة واحدة، نبدأ شوية، شوية. بس في حاجات يعني اللي هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ده مشروع قومي، دي حاجة مهمة، ده تاريخك. يعني الفن بيعيش آلاف السنين. إحنا لمّا بنيجي ندرس في المعهد دراما، بندرس الدراما الإغريقية، لأن هي دي بداية الدراما. بندرس المسرح الفرعوني اللي كان جوّه المعبد. فلمّا نيجي بقى الأجيال اللي هي بعدينا بعدينا، هيعرفوا إيه عننا لو ما عندناش حاجة مؤرخة. والأجيال دي كل الحياة تبقى بالنسبة لها digital، هيعرفوها منين؟ يبقى أنا بارمي تاريخي. فلأ، والحمد لله وزير الثقافة حقيقي مهتم جدًا، وأنا عارفة إن الأيام الجاية هيحصل فيه خطوات مهمة جدًا في موضوع السينماتيك ده. شايفين الموضوع بيتطور في المنطقة دي، الدورة 43 كان في البين، الدورة 45 مع 10 أفلام. شايفة إن شاء الله الدورة ال46 يبقوا 15 فيلم ودول عملي فكذا يا مهرجان رب بقى. وأكتر، يا رب وأكتر، ومهرجانات كتير. مصر بلد كبيرة، مصر من أوائل الدول العربية اللي أنتجت أفلام. الناس بتتكلم في كل الدول العربية مصري. منين؟ من الأفلام. يعني مش من الكتب، من الأفلام، من المسرحيات اللي كانوا بييجوا يشوفوها عندنا. مروة قشر البندق النهارده بيتعرض. قشر البندق النهارده بيتعرض. هل بقى لما افتكرتِ الاسم الفيلم رجعتِ بذكريات لورا والجيل الجديد هيشوف وهيفتكروا علاء ولي الدين الله يرحمه؟ الله يرحمه، طبعًا. بُص، دي حاجات إحنا اتربينا عليها بقى، يعني والغريب إن الجيل الجديد بيحب الحاجات دي أوي. يعني أنا عايزة أقول لك أنا كنت في حفلة إيهاب توفيق. إيهاب ده بقى جيلنا، يعني إحنا وإحنا شباب بقى صغيرين وteenagers، والحب والحاجات دي كلها كان على أغاني إيهاب وهشام عباس وحميد الشاعري ومصطفى قمر. لمّا رُحت الحفلة، الشباب الجديد الصغير حافظ أغاني إيهاب وبيرجع يسمعها. بنتي عندها 20 سنة بتسمع إيهاب، بتسمع مصطفى قمر الأغاني القديمة. فدي حاجة بسطتني جدًا. فالمهم إن إحنا نحافظ بقى على التاريخ ده. في شخصية تاريخية نفسِك تقدميها؟ آمم، مش في بالي حد دلوقتي. يعني بتحبي الأعمال التاريخية وحاسة النوعية دي من الدراما؟ تاريخية أصلًا لغة عربية كتير جدًا، بس إحنا دلوقتي ما بقاش عندنا أعمال تاريخية شايفة للأسف. إن الدراما في مصر تحتاج لإعادة الأعمال التاريخية مرة أخرى؟ طبعًا محتاجين إعادة أعمال تاريخية، ومحتاجين إعادة أعمال دينية، ومحتاجين يعني هيحصل والله. أنا عندي أمل يعني شوية، شوية، لإن إحنا جات علينا فترة وقعنا، بس الحمد لله قُمنا وهنقوم وهنبقى أحسن، بس شوية وقت. ترنداتِك على كرسي المذيع بقى واخدة منطقة شايفة ده إزاي كرسي المذيع عشان الجمهور شافِك بشكل مختلف، والحمد لله التجربة نجحت من البداية كده وكل يوم بقى ترندات. ده لقاء سودان النهارده جايبة واحد هتعمل فيه كذا، بس أنتِ ما طباعِك عملتش شريرة حاجة، بقى. أقسم بالله ما عملتش ده. لأ، ده هو الولد اللي عايز. وبعدين هو طلع بعد كده الناس ما كمّلتش الفيديو للآخر. هو كان بيمثل، هو بيحب الtrend، فهو جاي قاصد يعمل trend. أنا اللي ما كنتش واخدة بالي إني ما شُفتلوش حاجة قبل كده. أنا بس دخلت عنده على الprofile بتاعه قبل ما ييجي، طبعًا شُفت قد إيه هو عامل حاجات، فيديوهات غريبة، جايبة أرقام غريبة. وبعدين مش ده بس، ما أنا جِبت ناس، عملت مناظرة مهمة جدًا مع حد بيقول إن الوحي بيتنزّل عليه. جِبت ناس عندهم كانسر، جِبت ناس عندهم متلازمات أول مرّة يظهروا على التلفزيون معايا. جِبت ناس فجأة ترندات كانوا مش
يعني ما ظهروش مع حد، الحمد لله ظهروا معايا. أنا احتكاكي بالناس يعني حقيقي حبيته أوي، أوي، والناس شافتني بشكل مختلف خالص، لإن الفنان ما بيبقاش ظاهر منه كل جوانبه، بيبقى ظاهر بس الشخصية اللي هو بيعملها، لكن في البرنامج الناس شافت لقائي الحقيقي. هل البرنامج يعني أضاف للقاء سودان اللي هي تتطلع على عالم آخر ما كانتش تعرف عنه حاجة، ترندات وتخش في مناطق تانية بعيدة عن الفن؟ لأ، على فكرة الtrend ده أنا دايمًا باقول كلمة كده معروفة ليّا وحتى باقولها دايمًا في البرنامج، لعنة الله على الtrend، لإن الtrend خلّى ناس كتير جدًا ييجي لها هوس، ناس كتير جدًا بقت تعمل حاجات ما ينفعش إن حد يعملها عشان تبقى trend، وبالذات الشباب الصغيرين وبنات صغيرين بقوا يعملوا حاجات خارجة عن المألوف وخارجة عن اللياقة وخارجة عن الأخلاق عشان يبقوا trend. فلأ أنا ما بانبسطش خالص بالtrend، وبعدين أنا بقى لي كتير على فكرة يعني في بالي فكرة إن أنا أبقى مذيعة، قدّمت 3 حلقات مع عمرو الليثي في واحد من الناس، قدّمت 5 حلقات في الستات ما بيعرفوش يكدبوا، وأنا طفلة صغيرة عملت برنامج اسمه زهرة من بستان، كنت كل حلقة باعمل لقاء مع حد كانت بطلة المسلسل الأستاذة صفاء بالسعود، فالموضوع في بالي بس كنت كل شوية قلقانة أأجله، بس الحمد لله إنه جات من عند ربنا ولمّا اتعمل بشكل حلو ونجح الحمد لله. السؤال الأخير هل في حاجة دراما الأيام الجاية؟ إن شاء الله في مسلسل اسمه وادي النحل بدأنا تصويره بإذن الله. يا رب إن شاء الله يبقى موسم رمضان إن شاء الله. ميرسي، ميرسي جدًا.